يا هلا وسهلا، صبحكم الله بالخير. المويه تكون بارده ونضيف عليه الخرفان مقطع بهذا الشكل في غوزي على الطريقه النجديه. جميل جميل شعبي بامتياز. تاكل تصيح. شوف معي الخطوات واحده بواحده، خطوه بخطوه. في البارد حلو، ونضيف الفلفل البارد عليه الحين. عطني بهارات حب، وله طعم وله جو حلو. بعد ما سحبنا الحين نضيف عليه البصل كذا مقطع بأي شكل تبغاه. بصل فلفل. الحين سحبنا تقريبا الزفر منه خلاص. هذا يا جماعة الأسلوب في الطبخ أسلوب قديم جدا وشعبي وجميل. ضغط بس شوفوا الخطوات، شوفوا الطريقة، وشوفوا جمال الطبخة الشعبية الجميلة بالطريقة النجدية الرائعة فعليا. نسكر عليه الحين لمدة 35 دقيقة إلى 40 دقيقة يكون جاهز إن شاء الله. بقدر ضغط طبعا، بقدر عادي، بقدر إن شاء الله تبارك الله. هذا البهارات الحب عليه خلاص. الحين يا جماعة هنا نجهز الحشوة. أول شيء البصل بدون ولا شيء، بس عشان كميته كبيرة لا زيت ولا بهارات ولا شيء، بس نخليه أول شيء كذا. ما شاء الله تبارك الله. شوفوا بياض اللحم أول ما فتحنا عليه. بنطلع اللحمة الحين ونصفي المرق ونكمل لكم باقي الخطوات. باقي فيها شغل الطبخة. الطعم مو شوي بيكون. تسويه مزة، تقدر تسويه عنبر. أنا أحب دائما، أنا بالنسبة لي دائما أفضل إيش؟ أفضل العنبر. بعد ما صفينا المرق اللحم بالكامل نضيف الرز عنبر منقوع لمدة ساعة. تقدر تسويه تقدر إلى ما البصل ينزل مويته. خطوة أولى بهار كبسة مشكل عليه البصل الليمون الأسود هذا الشكل. طيب منصور أحط هيل؟ لا، أحط لا تستبخل في جودة الليمون الأسود ولا الهيل، احذر. حلو. وبعدها إذا ذبلنا البصل شوي نضيف عليه الليمون الأسود بهذا الشكل. أنا كميتي كبيرة في البيت، ملعقة واحدة ليمون أسود مطحون يكون جودته عالية. شوفوا يا جماعة بعد ما الرز يوصل هذه المرحلة، شوف الحفر فيه، تضيف عليه من فوق بهارات شيء المشكلة تعطيك جو عجيب غدي بامتياز. قرفة لا، احط موية ورد لا. هذا بعدين عشان احنا بنحافظ على الطعم، يعني يجيك الطعم نجد. هذا البتون. حلو الكلام. وبعدين نضيف ملعقتين سمن على الوجه، على وجه الرز. سلام ان شاء الله تبارك الله الريحة. والحين بضيف البهارات البيضة بعد شوي من شيء قريب، وكم حبة فلفل بارد كذا على الوجه. شوفوا الجمال كذا شوي كذا شوي. هذه على وجه الايش؟ على لحم او على دجاج. النتيجة راح تكون مبهرة. لسه باقي نسوي المكرونة الحين يعني في ورانا شغل وخطوات. استمتعوا بالطريقة. اللي مو حاب يطلب ابد يطبقها بالبيت ويستمتع فيها سواء. ونقفل على الرز حق الغوزي النجدي ونكمل باقي خطوات. في شغل الطبخة يا جماعة، فيها شغل ممتاز. استخدم زبدة ممتازة. هذا البند لا تقعد تجرب تقلب لي كأنه حلويات، يخرب الطعم كله. في واحد يتعب في الطبخة، والله أنا أكلت من الناس الطبخة كلها صح وكل نباتي على حشوة بصل ولا على كشنة ولا على خروف، مو كنافة. هي الطعم بيجيك بعيد بعيد بعيد. استخدم نوع سمن. نحط الحين ملعقتين سمن عليه. شوف الحشوة، شوف الجمال. بس حلو. نصيحة يا جماعة، لا تحط لي سمن بهذا الشكل قبل ما ندخل الفرن. خفيفة الخلطة وجميلة. والحين يا جماعة عشان تحمير اللحم هذا اختياري، بكتب لكم هذا مرق اللحم مع معجون طماط ومعاه بهارات مشكلة وفلفل أسود، بس عشان ايش؟ نعطي اللحم لون أطعم. شيء صح. رشة السمن اللي فوق باقي يحط معاها قشطة. ضيع أبو الطبخة. واضح؟ شكرا. ما شاء الله تبارك الله. ننزل لكم من تحت واحدة بس. لحظة خلي البخار يهدى. أبيك عشان اهدى. لا إله إلا الله.
خليه على جنب. شيل شيل شيل. البخار 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 يا بخار، لا تخرب علي الجمال اللي انا قاعد اسويه هنا، حرام عليك بالله عليكم. فتحنا عليه الحين. شوف 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 كذا كذا عشان نشيل هذا الوجه اول شيء. طيب يا جماعه شوفوا المنظر الصحن. اول شيء كذا يتقدم، تحط فلفل بارد، تحط بصل، تحط خيار، وتحط المكرونه المسلوقه عليه، والحشوه تحت تحمير. اذا ما هي مكرونه انا بطل الحين. كذا صعب. فك 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 وفك. اذا ما يخت المكرونه انا بطل الحين. كذا صعب كذا صعب كذا صعب كذا صعب كذا صعب كذا صعب الغوزي، كذا صعب. ان شاء الله تبارك الله. طبعا شلون تعيش التجربه؟ تاخذ المكرونه مع الحشوه مع الرز مع قطعه لحم من هنا. اعطني هذه مشحمه. اوه اللحمه الخفيفه اختياريه. هذا الشكل الاخير لطبختنا اليوم، الغوزي النجدي الجميل الشعبي، غدا سعودي نجدي لذيذ بامتياز في الخبر الشمالية. من ألذ ما أكلت من يدي كطبخة. عصرت ليمون على البصل، بعدين الخيار هذا يعطيك جو مع الطبخة. ما شاء الله تبارك الله. بسم الله ما شاء الله تبارك الله.